مساء الخير على صديقنا العزيز. من كام شهر بس محدش كان يعرف اسم الفاتح عبد الله إدريس، الراجل اللي اتولد في الهامش وسط صراعات مسلحة ما بتنتهيش، وكان مجرد مقاتل صغير بيتنقل بين المواقع. لكن الحرب الأخيرة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع اللي اشتعلت في أبريل 2023 خلت اسم أبو لولو يطلع فجأة ويبقى واحد من أكتر الأسماء المرعبة في السودان كله، من مقاتل مغمور لقائد ميداني قاتل. الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا كانت السبب في شهرته السوداء، مقاطع بتظهره بزي عسكري وسط مجموعة مسلحين وهو بيأمر بإعدام مدنيين وأسرى، وأحيانا بيشارك بنفسه في إطلاق النار عليهم. واحدة من اللقطات اللي هزت الناس كانت في أغسطس اللي فات لما انتشر فيديو بيقال إنه بيقتل رجل أعزل في الفاشر بدم بارد. الفيديو عمل موجة غضب كبيرة جوه السودان وبراها، لدرجة إن قيادة الدعم السريع قالت إنها تفتح تحقيق وتشكل لجنة لمحاسبته، بس ولا شفنا لجنة ولا شفنا محاسبة. بعدها بأسابيع وقت ما الدعم السريع سيطر على مناطق واسعة في الفاشر، ظهر أبو لولو تاني في تسجيلات جديدة، بس المرة دي وهو بيعدم مجموعة شباب قاعدين على الأرض، جثث متناثرة، دم في الشوارع، والراجل واقف بيتباهى ويضحك. في تسجيل تاني انتشر بعد كده بيقول فيه بفخر إنه قتل 900 شخص. ومعنا بلولو ما كان هذه كرامة منو الليلة؟ عليكم. دي الليلة يعني طبعا ده الاحتفال الليلة الناس دي تموا خلاص تموا ل 900 الله ان شاء الله أكبر. غاشين على الألف. منظمات زي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قالت إن المشاهد اللي خرجت من الفاشر بتأكد وجود عمليات تصفية عرقية ضد مجموعات غير عربية، وإن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب ممنهجة، منها القتل الجماعي، الاغتصاب، والنهب. وده اتأكد كمان في تقرير من الجزيرة ورويترز اللي نقلت عن شهود عيان إن مقابر جماعية بدأت تظهر في أطراف المدينة، وإن الأهالي بيضطروا يدفنوا الضحايا بسرعة خوفا من رجوع الميليشيا. الجارديان البريطانية نشرت تحليل بالأقمار الصناعية بيوري إن في أكتر من 10 مواقع دفن جديدة حوالين الفاشر بعد الهجوم الأخير، وإن الحرق والدمار حصلوا في مناطق مدنية بالكامل. شبكة يل للأبحاث الإنسانية قالت كمان إن في نمط متكرر من الهجمات بيستهدف الأحياء اللي فيها نازحين من قبائل الزغاوة والفور والمساليت، واللي بيتهمهم الدعم السريع إنهم بيدعموا الجيش. المدنيين في الفاشر عاشوا أسابيع من الرعب والجوع، حصار كامل، مية مقطوعة، المخابز مقفولة، والمستشفيات بتشتغل من غير الدواء. واحد من الأطباء هناك قال الناس بتموت من الجوع وبنغسل الجروح بمية راكدة، وده كله والدعم السريع بيحتفل بانتصاراته على أنقاض المدينة. ورغم كل الأدلة حاولت قيادة الدعم السريع تبعد نفسها عن جرائم أبو لولو. فارس النور الحاكم اللي عينه الدعم السريع في الخرطوم كتب بوست وقتها بيقول إن العدالة هتطول كل اللي أجرمه في الفاشر، ونشر صورة أبو لولو. بس المفارقة هنا إن الراجل نفسه اتشاف بعد كده في مقاطع جديدة وسط عناصر من الدعم السريع لابس زيهم وماشي معاهم في عربياتهم، وده خلى كلام القيادات مجرد تمثيلية مكشوفة. الصحفي السوداني علاء الدين محمود وصف نموذج أبو لولو بأنه تجسيد للعنف المنفلت، وقال إن الأسماء الحركية اللي بيختاروها قادة الدعم السريع زي أبو لولو وشارون ويأجوج ومأجوج بتكشف إعجاب بثقافة الدم والانتقام. فعلا أبو لولو مش مجرد شخص، هو انعكاس لنهج دموي اتجذر في دارفور من أيام الجنجويد لحد النهاردة. اللي حصل في الفاشر مش جريمة فردية ولا واقعة عابرة، دي حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم اللي الدعم السريع بيعملها بدعم إماراتي واضح. تقارير من CNN وول ستريت جورنال أكدت إن في إمدادات سلاح وذخيرة وصلت لقوات حميت من الإمارات عبر تشاد وليبيا، وإن الهدف من الدعم ده هو السيطرة على مناجم الذهب في دارفور ومد النفوذ الإماراتي ناحية البحر الأحمر. وده اللي بيخلي الحرب في السودان مش مجرد نزاع داخلي، لكن معركة إقليمية بيدفع ثمنها من دم المدنيين. يا ترى إيه اللي بيحصل في الفاشر السودانية؟ وإيه دور الإمارات في تخريب السودان وتأثير ده على مصر؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
برضو أنا شايف في تجاوزات حصلت في الفاشر. فنحن من هنا بنعلن تشكيل لجنة التحقيق، ومش نعلن إعلان كلام، لا، احنا الآن لجأنا وصلت الفاشر. القانونيين الآن في الفاشر، الآن بايتين في الفاشر. لجنة التحقيق تبدأ فورا في تحقيق ومحاسبة أي جندي أو أي ضابط ارتكب جرم أو تجاوز حدوده في حق أي إنسان، ده فورا يتم القبض والإعلان، إعلان النتيجة فورا. أهلا بيكم. في قلب دارفور، في مدينة اسمها الفاشر، الزمن هناك وقف من كتر الموت والخوف. المدينة اللي كانت زمان ملجأ لناس كتير وقت الحرب بقت دلوقتي شبه مقبرة مفتوحة. شهور طويلة من الحصار والقصف والقتل خلت الفاشر تبقى عنوان للدمار، والناس اللي فيها عايشة بين الخوف والجوع والموت اللي بيجي من كل اتجاه. اللي حصل هناك مش حرب عادية، لأن المدنيين بقوا أهداف مباشرة. اللي كان رايح يجيب رغيف عيش أو مية ممكن ما يرجعش. القذائف بتنزل على البيوت والرصاص بيطارد الناس في الشوارع، والمستشفيات بتتقصف كأنها معسكرات للعدو. التقارير بتتكلم عن آلاف الضحايا. في بعض التقديرات وصلوا لأكثر من 2000 مدني اتقتلوا خلال أيام قليلة بس وقت ما قوات الدعم السريع اقتحمت المدينة. جثث في الشوارع، ناس بتدفن أهلها بإيديها في نص الليل من غير حتى كفن أو صلاة، لأن الخروج من البيت بقى انتحار. بعض المناطق الناس اضطرت تاكل علف الحيوانات علشان تفضل عايشة. الخبز بقى عملة نادرة، والمية بقت أقصى أحلامهم. الجرائم اللي اتعملت هناك محدش يقدر ينكرها: إعدامات ميدانية لمدنيين عزل في الشوارع، اغتصابات جماعية ضد النساء في المخيمات، قصف متعمد للمستشفيات والمدارس، حرق بيوت ونهب محلات وسرقة المساعدات الإنسانية. وفي كل ده الناس بتفضل لوحدها في وش الموت. الهجمات كانت بتستهدف مناطق كاملة فيها نازحين من قبائل معينة، وده خلى الناس تحس إن في تطهير عرقي متعمد. عائلات بالكامل اتقتلت. أكتر من 700 شخص اتقتلوا في مستشفى واحد لما الدعم السريع قصفوا بالقذائف، ومستشفيات تانية اتحولت لمراكز تعذيب أو نقاط عسكرية. أطباء تم اختطافهم، ومسعفين اتقتلوا وهم بيحاولوا ينقذوا الجرحى. ومع كل ده، في نفس اللحظة اللي الناس فيها بتموت، في طرف تاني بره السودان بيمول السلاح ويغذي الحرب، وهي الإمارات، اللي محدش عارف إيه كمية الغل والحقد والإجرام اللي بتمارسه في الدول العربية. الفلوس اللي بتدخل من بره هي اللي مخلية الحرب دي لسه شغالة. التمويل الإماراتي هو البنزين اللي مولع النار، واللي بيخلي الدعم السريع يكمل في القتل والنهب والدمار. المدينة اتخنقت بالحصار، والناس خلاص ما بقتش تفرق بين الليل والنهار. في كل بيت حكاية وجع: أم فقدت ابنها، أب شايل جثة بنته، طفل فقد كل عيلته. واللي بيحصل في الفاشر مش مجرد أزمة، دي جريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة. وفي قلب الصورة دي بيجي الدور الإماراتي اللي كل يوم بيظهر أكتر إنه مش بريء ولا بعيد عن الدم السوداني. The United Arab Emirates are responsible for the ongoing genocide in al-Fashir, Sudan right now. من البداية قوات الدعم السريع اللي اتزعمت على إيد محمد حمدان دجلو حميدتي ما كانتش قوة عادية، دي ميليشيا اتكونت من الجنجويد اللي العالم كله عارف تاريخهم في الإبادة والنهب في دارفور من زمان. ومع الوقت لما الحرب اشتدت بعد سقوط نظام البشير، الميليشيا دي اتضخ فيها تمويل وسلاح بشكل ضخم. والكلام هنا عن الدعم الإماراتي ما بقاش إشاعة، بقى واقع بتتكلم عنه تقارير دولية. وتقريبا مفيش مسؤول غربي بيتابع الملف ده إلا وبيأكد إن أبو ظبي لعبت دور رئيسي في تمويل وتسليح ميليشيا حميدتي. الإمارات كان ليها مصلحة واضحة: السيطرة على مناجم الذهب في دارفور، خصوصا في جبل عامر اللي بيعتبر من أغنى مناطق أفريقيا بالذهب. الدعم السريع بقى هو الذراع اللي بيوصل ذهب دارفور لموانئ البحر الأحمر ومنها لدبي، واللي بدوره بيوصل للإمارات بكنز طبيعي ضخم بتستفيد منه وهي بتدعي إنها بتدعم الاستقرار في السودان. لكن الحقيقة إن كل طلقة اتضربت على مدني وكل بيت اتحرق كان في وراها فلوس جاية من الإمارات ودعم سياسي بيغطي الجرائم دي. الطائرات اللي بتنقل السلاح كانت بتتحرك في صمت من مطارات في ليبيا وتشاد، وبعضها بيتم عبر خطوط تجارية ظاهرها
مساعدات إنسانية، لكن محتواها كان ذخيرة ومدافع. الميليشيا نفسها كانت بتتفاخر بالسلاح اللي معاها، اللي الجيش السوداني نفسه ما كانش يقدر يوفر زيه، وده معناه إن في جهة كبيرة بتمول وتغذي. الإمارات ما كانتش مجرد داعم سياسي، كانت الراعي الأكبر لآلة الحرب دي، واللي بسببها اتقتلت آلاف الأرواح في الفاشر وولايات دارفور التانية. اللي حصل كمان إن الإمارات حاولت تلعب على الحبلين، قدام العالم تظهر بدور الوسيط اللي بيدعو للسلام، وفي الخفاء بتغذي الميليشيا اللي بتقتل المدنيين. وده مش غريب، لأن نفس السياسة دي شفناها في اليمن وليبيا قبل كده، تمويل وتسليح الميليشيا تحت شعار الاستقرار، لكن النتيجة دايما فوضى وخراب. والنتيجة إن الدعم السريع بقى جيش موازي بتمويل خارجي، عنده عربيات مدرعة وطائرات مسيرة وشبكة تسليح مش ممكن تكون من صنع الحرب الأهلية بس. وعشان كده صديقي العزيز، من بعد مجازر الفاشر اللي صدمت العالم، بدأت حملة كبيرة على السوشيال ميديا اسمها قطع الإمارات، واللي أطلقها شباب سودانيين وتوسعت بسرعة في كل الوطن العربي. الناس اتهمت الإمارات بشكل مباشر إنها بتمول وبتسلح قوات الدعم السريع اللي ارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين في دارفور، وإن الفلوس اللي بتطلع من دبي بتتحول لدم في شوارع السودان. الحملة دعت الناس لمقاطعة شركات الطيران الإماراتي ومنتجاتها واستثماراتها، وقالوا إن كل درهم بيتصرف هناك بيرجع في شكل رصاصة في صدر طفل أو ست في الفاشر. صور الضحايا انتشرت جنب شعارات المقاطعة، والهاشتاج بقى ترند في كذا دولة عربية زي مصر وتونس واليمن والمغرب. الناشطين كمان طالبوا بتحقيق دولي في الدور الإماراتي في تسليح ميليشيا حميدتي ونقل السلاح عبر تشاد وليبيا، وفي فرض عقوبات على أبو ظبي بسبب تورطها في تمويل الإبادة. الحملة بقت صوت الناس اللي مش لاقي عدالة، وبتحاول تقول للعالم إن اللي بيحصل في السودان مش حرب أهلية، دي حرب ممولة، واللي بيمول لازم يتحاسب. اللي أخطر من كده إن التأثير الدور الإماراتي مش بيقف عند السودان، مصر كمان بتدفع الثمن بشكل غير مباشر. استمرار الحرب في السودان معناه حدود غير آمنة في الجنوب، نازحين بالآلاف داخلين مصر، وتجارة سلاح بتتحرك بحرية بين الصحراء والحدود، وكمان نفوذ إماراتي متزايد في الجنوب بيضغط على الدور المصري في أفريقيا وبيفتح باب لصراعات جديدة على المدى الطويل. مصر طول عمرها شايفة إن السودان عمقها الاستراتيجي، وسقوطه في فوضى بالشكل ده بقى خطر مباشر على أمنها القومي. استمرار الحرب هناك مش بس بيهدد الاستقرار في الخرطوم، لكن كمان بيأثر على الحدود اللي طولها أكتر من 1200 كيلو متر، ودي مساحة مفتوحة على احتمالات خطيرة جدا. مع انهيار الأمن في السودان بقت الميليشيات هناك بتتحرك بحرية، خصوصا قوات الدعم السريع اللي سيطرت على مناطق قريبة من دارفور وشمال السودان. كل ده بيخلي احتمال تسلل عناصر مسلحة ناحية الحدود المصرية وارد جدا، وده ممكن يفتح باب لموجة إرهاب أو تهريب سلاح ومخدرات، خصوصا إن الصحراء هناك واسعة ومليانة ممرات محدش بيقدر يسيطر عليها بالكامل. كمان موجات النزوح الكبيرة، لأن آلاف الأسر السودانية بتهرب كل يوم من الحرب وبتدخل عن طريق معبر أرجين في أسوان، ومع كل دفعة جديدة من اللاجئين بيزيد الضغط على الخدمات والمرافق. لكن الخطر مش جاي بس من الميليشيات أو اللاجئين، في عامل تاني أخطر، وهو النفوذ الإقليمي. يوم 25 أكتوبر ميليشيا حميدتي دخلت المدينة من محورين خطيرين جدا، ناحية قصر السلطان علي دينار، ومن الجنوب ناحية ميدان سباق الخيل. الجيش كان ممكن يصد الهجوم، لكن بسبب التقدم السريع في الجنوب سقط لواء الدفاع الجوي والفرقة السادسة مشاة مع بعض، وانهار الدفاع كله في ساعات. قبلها الميليشيا كانت قطعت الاتصالات عن الجيش بأجهزة حديثة جايباها من الإمارات، وده خلى القوات داخل المدينة معزولة تماما. القادة حاولوا ينسحبوا، بس الطيارات المسيرة التابعة للميليشيا رصدت موكبهم وبلغت قوات الأرض اللي طوقت المدنيين وقتلتهم بالجملة. وبعد كده استخدمت الميليشيا الناس المدنية الهاربة كدروع بشرية، وده أربك المدفعية اللي كانت بتدافع عن المدينة. الضربة القاضية كانت باستخدام المسيرات الانتحارية من نوع FPV اللي جابتها الإمارات ومعاها مرتزقة أجانب علشان يشغلوها. المسيرات دي كانت بتستهدف مواقع الجيش وحتى المساجد والملاجئ تحت الأرض. في ساعات قليلة سقطت كل المواقع المهمة: الدفاع الجوي، مدفعية، مركز القيادة، والمستشفى السعودي، اللي حصلت فيه مجزرة بشعة راح ضحيتها أكتر من 400 جريح.
وعدد القتلى الإجمالي وصل ما بين 2000 ل 3000 مدني وعسكري. الخلاصة إن الفاشر ما كانتش هتقع لو ما كانش فيه دعم إماراتي مباشر لميليشيا حميدتي، دعم بالسلاح والمرتزقة والتكنولوجيا، والنتيجة اللي مدينة كاملة اتدمرت وشعبها اتدبح علشان مصالح إماراتية قذرة في دهب دارفور ونفوذ البحر الأحمر. الإمارات بقت لاعب أساسي في الملف السوداني بدعمها العلني والضمني لقوات حميدتي، وده خلى القاهرة تشوف إن نفوذها في الجنوب بيتآكل. زمان كان السودان ساحة نفوذ مصري من أيام عبد الناصر، لكن دلوقتي الوضع اختلف، واللي بيمول ويسيطر هو اللي بيمتلك القرار. الإمارات دخلت بقوة وبدأت تحاول تفرض وجودها في البحر الأحمر والساحل الغربي للسودان، وده بيمس مصالح مصر بشكل مباشر. والحقيقة يا صديقي العزيز إن اللي بيحصل النهاردة مش صدفة، ده حصاد سنين من التبعية والارتماء في حضن الإمارات. السيسي هو اللي فتح الباب من الأول لما سلم قراره السياسي والاقتصادي لناس بره البلد، من يوم ما استنجد بالإمارات والسعودية علشان يثبت حكمه بعد انقلاب يوليو 2013، وهو بيمهد الطريق إن البلد تبقى رهين التمويل وأوامر من بره. النهارده الإمارات بتمد نفوذها لحد حدود مصر الجنوبية، والسيسي مش قادر حتى يفتح بقه. اللي ساعدوه في الانقلاب بيستعملوه النهارده كورقة انتهت صلاحيتها، هم مولوه علشان يخدم مصالحهم مش عشان ينقذ مصر. وده اللي حاصل فعلا، مصر بتخسر نفوذها في السودان، والذهب السوداني بيتصدر من مطارات الإمارات، والسيسي واقف يتفرج كأنه مش طرف. ازاي هيواجههم دلوقتي وهو اللي باع لهم المواني والمطارات وشركات الجيش؟ ازاي يقدر يمنع تمددهم في الجنوب وهو اللي سلم ليهم مفاتيح الاقتصاد من البحر الأحمر لحد العاصمة؟ اللي حصل في السودان كشف قد ايه النظام المصري الحالي فقد استقلاله. زمان القاهرة كانت هي اللي بتقود الإقليم، النهاردة بقت تابعة للي عنده الفلوس، والسيسي بدل ما يحمي حدود بلده ضيع هيبتها علشان يرضي اللي بيموله. النتيجة إن القاهرة النهاردة محشورة في الزاوية، لا قادرة تواجه الإمارات ولا تقدر توقف نفوذها في السودان. في النهاية يا صديقي العزيز، اللي بيحصل في السودان مش بعيد عن اللي بيحصل في مصر، ولا الحرب هناك منفصلة عن اللي احنا عايشينه هنا. لما بلد كبيرة زي مصر تفقد استقلال قرارها وتبيع نفوذها مقابل الرضا والدعم المالي، طبيعي جدا تلاقي نفسها النهارده بتتفرج على الجنوب وهو بيولع من غير ما تقدر تعمل حاجة. الفاشر بقت مرآة لانكسار الإقليم كله، واللي بدأ في دارفور ممكن يكمل لباقي المنطقة لو مفيش موقف حقيقي يوقف الدم. كل اللي مطلوب دلوقتي كلمة صدق وضغط حقيقي لوقف القتل، وممر آمن للمساعدات، وصرخة تلم الضمير اللي نام. قلوبنا مع اخواتنا في السودان، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يهون عليهم ويشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.